في لحظة معينة كل واحد فينا بيقف قدام المراية ويسأل نفسه: هو أنا ليه لسه زي ما أنا؟ ليه مش قادر أتغير؟ يمكن تكون حاولت قبل كده، بدأت بحماس وبعد كام يوم كل حاجة وقفت. اللي بيحصل ده مش لأنك ضعيف ولا لأن الظروف ضدك، لكن لأنك ما كنتش فاهم المعادلة الحقيقية للتغيير. كتاب التغيير للأفضل من فريق أخضر بيقول إن التغيير مش لحظة سحرية ولا خطة عبقرية هتقلب حياتك فجأة. التغيير رحلة بتبدأ بخطوة صغيرة. النهاردة هشاركك 6 دروس غيروا فعلا نظرتي للحياة. دروس لو فهمتها وطبقتها مش بس هتغير يومك، هتغير طريقة تفكيرك كله. الدرس الأول: عدوك الحقيقي مش الظروف، العدو جواك. كلنا بنحب نرمي اللوم على الظروف. لو كان عندي وقت، لو الناس حواليا فهماني، لو الدنيا كانت أسهل. لكن الحقيقة اللي بيوقفك مش صوت من بره، اللي بيوقفك هو الصوت اللي جواك اللي بيقولك مش هتقدر، ابدأ بكرة، أكيد هتفشل. قبل ما تواجه الدنيا لازم تواجه نفسك. الخوف والكسل والمماطلة دول التلاتة اللي بيهدموا أي محاولة للتغيير. أول ما تواجههم بتستعيد السيطرة وبتفهم إنك مش ضحية، أنت الكاتب اللي بيكتب فصول حياته بإيده. القوة اللي جواك أكبر من كل اللي حواليك، بس لازم تصدق ده الأول. الدرس التاني: بطل تقارن نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك امبارح. إحنا في زمن المقارنة، كل يوم بنشوف ناس نجحت، فتحت مشروع، سافرت، اتجوزت، وتبدأ تسأل نفسك: هو أنا ليه مش كده؟ لكن المقارنة دي سم بطيء، بتسحب منك طاقتك وثقتك بنفسك. المقياس الحقيقي مش الناس، المقياس هو: أنا النهاردة أحسن من نفسي امبارح؟ لو حتى 1%، يبقى أنت ماشي في الاتجاه الصح. خليك في سباق مع نفسك، مش في سباق مع العالم. الدرس الثالث: السر في التكرار مش في القوة. كل مرة بنبدأ عادة جديدة بنبدأ جامد جدا، لكن بعد كام يوم الحماس بيخلص. الكتاب بيقولك: ابدأ صغير، اقرأ صفحتين، امشي 5 دقايق، اكتب سطرين بس كل يوم. الموضوع مش في البداية القوية، الموضوع في الاستمرارية الصغيرة. النجاح مش قفزة كبيرة، النجاح آلاف الخطوات الصغيرة اللي محدش شايفها. الدرس الرابع: الفشل مش عدوك، ده مدربك. في ناس بتخاف من الفشل أكتر من أي حاجة، وبيفتكروا إنهم لما يفشلوا خلاص انتهى كل شيء. لكن الحقيقة، الفشل مش نهاية الطريق، الفشل هو المدرسة اللي بتعلمك الطريق الصح. كل تجربة بتعدي بيها بتقربك خطوة من النجاح. كل سقوط هو خطوة لقدام، بس بشرط تقوم وتكمل. الدرس الخامس: القوة مش إنك ما تحسش، القوة إنك تتحكم. القوي مش اللي ما بيغضبش ولا اللي ما بيزعلش، القوي هو اللي يحس بس يختار يتصرف بعقل رغم الإحساس. الغضب نار، لو سبتها هتحرقك، لكن لو وجهتها صح هتدفيك وتدفعك لقدام. سيب بين الإحساس ورد الفعل مساحة صغيرة، المساحة دي اسمها الوعي، وفيها بتظهر حكمتك. الدرس السادس: اكتب حلمك، خليه حقيقي. الفرق بين الحلم والهدف الألم. الحلم اللي مش مكتوب بيتنسي، لكن أول ما تكتبه بيبقى وعد بينك وبين نفسك. اكتب على ورقة: أنا عايز أعمل كذا، وشوف قد إيه الورقة الصغيرة دي ممكن تبقى بداية قصة عمرك. الخاتمة: التغيير مش محطة بتوصل لها، التغيير رحلة بتعيشها. كل يوم عندك فرصة جديدة تبدأ فيها. مش لازم تكون قوي عشان تبدأ، لكن لما تبدأ هتبقى قوي. ابدأ من جواك، قارن نفسك بنفسك، ابني عادات صغيرة، اتعلم من فشلك، اتحكم في مشاعرك، واكتب حلمك. لما تعمل كده هتكتشف إن كل اللي كنت بتدور عليه
كان جواك من البداية. لو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك، خدها علامة إن الوقت جه تبدأ التغيير بجد. ابدأ بخطوة صغيرة حتى لو بسيطة، وما تنساش تشارك الفيديو مع اللي محتاج يسمعه. يمكن تكون انت السبب في بداية رحلته هو كمان. ولو بتحب النوع ده من المحتوى، اشترك في القناة عشان نوصل سوا لنسخة أفضل من نفسنا، كل يوم خطوة بخطوة.